عمرك حسيت انك مقصر في كل حاجة في حياتك؟ ان الشغل محتاج منك اكتر، البيت محتاج منك اكتر، صحتك محتاجة منك اكتر، وحتى نفسك حاسس ان انت سايبها على جنب، وكأن الحياة بتطلب مننا اننا نكون ناجحين في كل حاجة وفي نفس الوقت. لكن يمكن المشكلة مش فينا، يمكن المشكلة اننا بنحاول نعيش الحياة بطريقة انفير لنفسنا. احنا بنتعامل مع الحياة كأن هي معادلة لازم كل عناصرها تكون متساوية طول الوقت، ناجحين في الشغل، علاقات قوية، صحة ممتازة، وقت لنفسنا، وكمان بالانس نفسي مستمر. لكن الحقيقة ان الحياة اصلا مش كده، الحياة مواسم زيها زي الطبيعة بالظبط. في موسم للزرع وموسم للنمو وموسم للحصاد، كمان في موسم للراحة. وما ينفعش نيجي ونحاسب الشجرة في الشتاء هي ليه مش مثمرة. حياة الإنسان كمان بتمر بمواسم، في موسم بيكون الشغل فيه هو الأولوية، وموسم تاني بنبني فيه نفسنا، بنتعلم وبنحاول ان احنا نثبت اقدامنا في الحته اللي احنا فيها او في الحياه بشكل عام. ممكن في الموسم ده الراحه تقل شويه، الخروج يقل شويه، ونركز طاقتنا على اننا بنبني نفسنا. بس ده مش معناه ان حياتنا مختلة، ده معناه اننا في موسم البناء، وبعده ممكن يجي موسم تاني، موسم العيلة، العلاقات والبيت والأطفال، أو حتى مجرد الرغبة في إن أنت يكون عندك حياة دافية ومستقرة. وفي الموسم ده يمكن العمل يتباطأ شوية، لكن ده مش فشل، ده بس انت في موسم مختلف. وبعد سنين ممكن يجي موسم تالت خالص، وهو موسم الرجوع للنفس. نبدأ نسأل نفسنا، هو انا فين من كل ده؟ يعني في اوقات هتلاقي نفسك بتفضل الشغل واوقات بتفضل البيت. بعد كده تبتدي تبص لنفسك، صحتي عامله ايه؟ طب ايه الاحلام اللي انا اجلتها؟ طب ايه الحاجات اللي انا كنت بحبها بس من كتر ما انا اتسحلت في حياتي نسيتها؟ وده موسم مهم جدا جدا. ليه؟ لان الانسان فيه بيرجع يلتقط نفسه مرة تانية. مرة سألت واحدة صاحبتي سؤال بسيط جدا، ايه اكتر حاجة حاسة انك مقصرة فيها؟ ضحكت وقالت لي كل حاجة، مقصرة في شغلي، ومقصرة مع ولادي، ومقصرة في صحتي، ومقصرة حتى في أحلامي. وكان واضح جدا إن هي بتحاول تعمل كل حاجة وتنجح في كل حاجة في نفس الوقت. لكن الحقيقة إن المشكلة ما كانتش أصلا إن هي مقصرة، المشكلة كانت إنها بتحاول تعيش 4 مراحل من حياتها في نفس اللحظة. وده اللي بيحصل مع أغلبنا، بنحاول إن احنا نكون في قمة النجاح المهني، وفي نفس الوقت حاضرين في كل تفاصيل العيلة، وبنمارس الرياضة بانتظام، وبنطور نفسنا، ونكون هادين ومتزنين طول الوقت، وعايزين نقضي وقت كبير مع الأولاد. وفي النهاية غالبا النتيجة واحدة، إحساس دايم إننا مقصرين. لكن يمكن الرحمة الحقيقية مع النفس بتبتدي من فهم بسيط جدا، إن الحياة مش توازن ثابت كل يوم، الحياة توازن عبر الزمن. يعني في وقت ما شيء معين ياخد المساحة الأكبر من طاقتك، مش عشان أنت أهملت الباقي، ولكن عشان ده الموسم بتاعه. المهم بس ان انت ما تسمحش لبقية جوانب حياتك ان هي تنهار تماما. يعني لو الموسم بتاعك دلوقتي هو الشغل، وفي الاغلب دي ممكن تبقى فترة العشرينات، اهتم بصحتك بالمينيمم بتاعها. طب لو الموسم بتاعك هو العيلة، وغالبا دي بتبقى فترة الثلاثينات، ما تسيبش مستقبلك يضيع. ولو الموسم بتاعك هو نفسك، ما تنساش الناس اللي بيحبوك، ما تنساهمش تماما. يعني لانه التوازن الحقيقي مش ان كل حاجة تبقى بيرفكت في نفس الوقت، التوازن الحقيقي هو ان كل حاجة تاخد وقتها في الموسم بتاعها. فلو انت حاسس ان انت مقصر في كل حاجة، يمكن السؤال الحقيقي هو مش انك ليه انا مش عارف اعمل كل حاجة. السؤال الحقيقي هو انا في اي موسم من حياتي دلوقتي؟ لان الشجرة في الشتاء هي مش فاشلة، ولكن هي بس في موسم مختلف عن الموسم اللي هي بتكون مثمرة فيه. انت كمان يمكن انت مش متأخر في حياتك، بس يمكن انت بس في موسم البناء، او انت مش عارف ايه الموسم اللي انت المفروض تبقى فيه دلوقتي. او يمكن انت تكون في الموسم بتاع التعب اللي بيسبق النمو على طول، او ممكن تكون في موسم هادي محتاج فيه ان انت ترجع لنفسك حبة. المشكلة مش ان احنا نتحرك ببطء احيانا، المشكلة ان احنا بنقارن الموسم اللي احنا فيه دلوقتي بموسم تاني لشخص تاني، وبننسى انهم مروا بسنوات من الزرع و... والنمو والحصاد قبل كده. عشان كده لو حسيت في يوم ان انت متأخر، افتكر ان الحياة هي عمرها ما كانت سباق في خط مستقيم. الحياة مواسم، وكل موسم بيعدي في حياتنا هو ليه قيمته وليه وقته. وانت يعني زيك زي المواسم اللي موجودة في الدنيا، مش متأخر.
انت بس محتاج تحدد وتعرف انت في اي موسم من حياتك. وقدرت تحدد الموسم اللي انت موجود فيه وتدي كل حاجة حقها في وقتها، صدقني حياتك هتختلف 360 درجة، 180 درجة.